مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم بالحلقة 87 من مسلسل سلمى. أتمنى نكون عند حسن ظنكم، تدعمونا باللايك والاشتراك لنستمر نقدم لكم كل جديد. أحداث الحلقة لما بيكون نديم حاط السكينة برقبته وعم يحاول ينتحر قدام هويدا وسالي ورياض بيك. هون بيتركها وبيقعد يبكي وهو عم يقول لهويدا إنه تعب من اللي عم يصير فيه. سالي بتصير تعتذر وبتفوت بتاخد ابنها وبتروح. هون بنرجع على المشفى، بتكون هيفا عم تمكيجها لسلمى وتتغزل فيها. باللحظة بتفوت الدكتورة وفاء وبتصير تغزل كمان بسلمى، فبتقول لهم سلمى أنا قلت بظبط حالي حتى يشوفوني الولاد بس أطلع. دكتورة وفاء بتطمنها لسلمى إنه رح تطلع اليوم. بتصير الدكتورة وفاء تدعمها نفسيا. هون هيفا بتصير تحكي حكي حلو لوفاء وبتقول لها أنت حدا قوي ولذلك تخطيتي فكرة طلاقي، وبتصير تستفسر منها عن سبب طلاقه. بس وفاء ما بتسكت لها وبترد لها رد بيسكتها وبتروح. اللي بتطلع مع أبوها بالسيارة. هون بيخبرها إنه رجال رفيق امبارح هجموا على بيت الجبل بعد ما طلعوا، قتلوا كل رجال فوق. سالي كتير بتزعل على الشباب، بيخبرها رياض بيك إنه هو رح يدير باله ويعيل هون. بخبرها كمان إنه حجز لها بالأوتيل وزوجها ناطرها هونيكي. بيرنا بتكون ناطرة رياض بيك بالبيت، وغلبيجة بخبرها إنه أخد سالي من بيت أهلها. بيقول لها أنا ممنون إنك قدرت تنقذي حياة بنتي وحفيدي. بتقول له ميرنا أنت مبسوط إني بعدت سالي عن جبل مو هيك؟ أساسا أنت كرهانه وعم تتحمله بس كرمال سالي. هون بيقول لها على فكرة أنت بنت ذكي. فهون بتطلب منه هي الكريدت كارت تشترك بقطعة ثياب وهو فورا بيعطيها. سالي بتوصل لعند جلال على الأوتيل ومبينة إنها مزعوجة منه. بيقول لها الحمد لله إنك ما كنتي هونيكي، وين كنتي؟ بتقول له لازم تشكر ميرنا هي اللي أنقذتني. فهو بيستفسر، بتقول له شفت الصور كيف عم تبوسها. بيقول لها أنا كرهانها كرهان شوفتها، هي غدرت فيني لما كنت عند رياض كرمال تستفزني كرمال ما أروح شوف سلمى. أنا كرهانها كتير وهي مليانة شر، هدفها إنها تقهرك بس. هون هي بترضى. هون بنرجع لبيت سلمى، بيكونوا الكل عم مجتمعين فيه وعم ينطفوه. فديما بتسأل إنه أيمت رح نخبر سلمى إنه جلال عايش. بتقول له هويدا والله على أساس نديم يخبرها اليوم. باللحظة اللي بينطق فيها الباب بيطلع عادل. بيقول لها ديما إنه رايح لعند سلمى، حدا بيحب يروح معي؟ بتقول له لا ما بدنا نروح. هون ديما بتقول له إنه بدنا نخبرها إنه جوزها عايش. فبيقول لها انطر له تاخد نفس. بتقول له ايه بننطر، وانت تستغل الفرصة وبتروح تحددوا موعد العرس. هون عادل بنزعج، بتقول له ديما بدك تخطب وحدة بتعرف إنه زوجها عايش. فبيفوت عادل لعند هويدا ونديم، بيقول لهم انتو شايفيني استغلالي؟ أنا قلت لسلمى إذا بيرجع جلال بترجعي له، قالت لي لا. بصير يبهدل بجلال كيف ترك سلمى الأولاد وطلع عنده مرة وأولاد كمان هو. بيقول لهم انتو بدكن ياني استسلم، أنا ما رح استسلم وما رح اترك سلمى وبحمل حاله بيروح. رجع على المشفى. عادل بيوصل لعند سلمى وهيفا، وعلامات الحب واضحة عليهم اثنيناتهم. بيتغزل عادل فيها لسلمى، بتخجل سلمى. نرجع هون بيعرضوا لنا إنه نديم رايح تجيب الأولاد من المدرسة. بيكونوا الأولاد فرحانين كتير إنه أمهم راجعة على البيت. جولي بتسأل جدها انتو رح تخبروا أمي إنه بابا عايش؟ هون بيقول لها إيه. على الطريق سلمى بتصير تحكي قديش مشتاقة للشغلات البسيطة اللي كانت تسويها في فترة تواجدها بالمشفى. المشهد الأخير بيكون ببيت سلمى، بتكون هويدا عم تحضر الأكل. باللحظة اللي بتيجي سلمى على البيت بتسمع صوت ولادها طالعين على الدرج، فبيركضوا وبيحضنوا بعضهم. جولي بتنتبه إنه الكدمات اللي كانوا عاديات أمها راحوا، فبيفرحوا كتير. بفوتوا لجوا، بتكون سلمى كتير مشتاقة لبيتها وبتقعد وبيقعدوا ولادها بحضنها. بتصير هي تتشكر الكل إنه كانوا جنبها بهالمرحلة وما حدا تركها. جولي ما بتقدر تسكت، بتقول لها سلمى أنت بدك كنت تقولي لي شيء؟ جولي بتقول لها إيه بدي أخليك شيء. بتخلص أحداث الحلقة هون. أصدقائي منكم خلصنا حلقتنا اليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم، تدعمونا باللايك والاشتراك لأنه إلهم قيمة كبيرة كتير عنا. ودمتم بخير.